ممكن لعيب في الدوري المصري يسمي نفسه محمد عادل ميسي وسيد نيمار واحمد بيكهام يا فاجر. انا خلاص مستني ان انت فلت، انت هتودينا كاس عالم. طب انا افهم اللي سمى نفسه ميسي ده خلاص هو مقرر ان انا زي احسن لعيب في العالم. في واحد سمى نفسه ماتب، يعني ماتب ده علي جبر لو شد شويه قرص على نفسه يجيب مستواه. انت مسمي نفسك ماتب ازاي يعني؟ انا مش هحتفل، انا في احتفال شفته هعمله. يعني انا بقى العب في حرس الحدود، اجيب جون تعادل في المقاولين العرب، نلعب في استاد الماكس في 3 4 بيتفرجوا علينا في المدرجات وفي الغالب عساكر، واروح انا اعمل لهم اعمل لمين؟ ما فيش لعيب مصري كرييتيف في يوم من الايام كده يبقى في احتفال مصري يروح عند رايه الكورنر مثلا يقول للجمهور 50 تشاي. اتحدى اي حد لو نزلنا السلام عملنا عين عشوائيه بين العيال اللي بتلعب، كل 10 تنفار فيهم 3 اسمه كريسبو. فتره كده كل اللعيبه بنجوره، محمد بنجوره، ابراهيم بنجوره، مش عارف. انت هتلاقي بقى احمد كريسبو وحسين كريسبو. مش هتلعب بباكات، هتبقى الطروف مقرمشه. ليه ما بتكررش مثلا اسمك محمد عبد الحميد؟ ليه محمد عبد الحميد ما يغزوش العالم؟ هل من المنطقي ان مثلا في لعيب في فنزويلا اسمه مثلا لويس مجدي قفشه